تعرف مين اللي كسر مناخير ابو الهول؟ انا اقول لك، الواد سامح اللي في الدور الخامس اداله عين جابوا الارض. عصام الدين احمد جاهز كوبايه الشاي وكوبايه القهوه. تعال نشوف ايه حوار مناخير ابو الهول ده. السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا حابب أتكلم عن بعض العادات السيئة اللي بقت موجودة فينا، من اللي محتاجين يعني نبدأ نراجع نفسنا شوية في العادات دي. وخليني يعني أبدأ على طول، وأول عادة عندنا هي فكرة الحسد. بس مش الحسد إن إحنا نكون بنحسد، لأ هو العكس، يعني إن إحنا بقينا بنتحسد. طبعا هتسألني يعني ايه المشكلة في ان احنا بقينا بنتحسد؟ المشكلة ان احنا يعني بقينا بنابيوز الموضوع، وبقى الموضوع يعني عند نسبة كبيرة جدا من الناس هو حاجة مسلم بيها. والعكس بقت حاجة الناس بقت يعني تكاد تكون بتتفاخر بيها، او بيدوا لنفسهم قيمة وهمية بحاجة زي كده. يعني لو جيت تبص مثلا كده تلاقي مثلا ايه واحد، اي حد دلوقتي بقى ماشي ده انا محسود، انا الناس باصه في حياتي، انا كل ما ابدا حاجه بتبوظ عشان حد مركز معايا عشان ما اعرفش ايه. فهي بقت يعني كشماعه، او بقت برضو من باب التفاخر، اللي هو واحد بيمشي في وسط الناس ده انا محسود والله، عشان الناس بس تحس ان هو عنده حاجه عليها القيمه. ولو جينا نبص مثلا هتلاقي ان الموضوع لا يعني هو بقى غريب. يعني بص مثلا على امثله، مثلا هتلاقي ان في بقى رول كده معين بقى موجود في حياتنا. انت لو انت دخلت الرول ده فانت خلاص بقيت من الحاسدين يعني. وفي روايه احدهم انت هتبقى من الحاسدين واللي باصين في حياتهم يعني. الرولز دي مثلا بتبقى مثلا اللي هي السلفه ومرات الاخ واخت الجوز وولاد الخالات وولاد العمام. بقت هي الموضوع كده بقى رول كده ان هو الاشخاص دي بقوا حاسدين. ودي بقت طبعا تسبب مشاكل وقطع صلات رحم وحاجات كتير قوي، لمجرد شوية اوهام كده، اللي هو يعني بقت اول حاجة بنبص لها هي فكرة ان انا محسود، من غير ما ابص بقى على اسباب ولا على اي حاجة يعني. يعني تيجي تبص مثلا تلاقي واحد لسه جايب عربية مثلا جديدة، وتلاقي يعني عربية عادية، يعني ممكن مثلا حد يكون جايب 128 ولا توك توك حتى، يعني مع الاعتذار طبعا ال 128 ولا التوك توك. بس تلاقيه اللي هو اول ما ينزل مثلا العربيه اتجرحت ولا حاجه، فهوبا ده الناس مركزه في حياتي، ويا ناس يا كفايه شر، ويكتب على العربيه ويعلق خمسات. كل الحاجات دي فيها حرمانيه يعني طبعا. بس يعني هي الفكره ان انا بدل ما هبدا ابص على الاسباب، مثلا ان انا بقالي فتره ما سوقتش لسه ما خدتش على ابعاد العربيه. السواقه في مصر طبعا ادينا كلنا عارفين ان يعني سواقتنا في مصر سواقه رهيبه. يعني لو جيت قارنت طبعا السواقه في مصر بالسواقه مثلا في اوروبا، تلاقي في مصر طبعا ايه غرز بقى وسرعات والكلام الجميل اللي مش موجود ده في اي حته في العالم. مع ضيق الشوارع، مع ان ناس كتير، مع الزحمه، مع كل ده. فكل دي اسباب ممكن تؤدي لان يحصل بقى ان العربيه بتاعتك تتخبط ولا تتخربش ولا ايا كان. بس هو لا، احنا سيبنا بقى كل ده، وهو اول سبب هو ان انا محسود. فانا سلمت خلاص بان انا محسود، مش هبدا ابص بقى على الاسباب، ومش هبدا ابص على المشاكل وابدا احاول احلها. واحد يجي يفتح مشروع مثلا، فالمشروع يفشل، اه ده عشان انا حكيت لفلان، ويبدا يبقى يذكر اشخاص باسمهم. وده طبعا يعني في طبعا حرمانيه ان انت تبقى ان انت بتتشائم من ناس معينه، او ان انت بتلقي اللوم عليهم وممكن ما يبقاش ليهم اصلا اي ذنب. اه ماشي، انا معاك ان الحسد مذكور في القران، وممكن جدا يكون فيها شخص بيحسد، بس ما تبقاش دي الشماعه، وما يبقاش ده اللي هو كل حد في الكون. ويعني الحل للموضوع ده ان احنا طبعا نبدا مثلا نقرا قران، اذكار سوره البقره، نصلي، كل الحاجات دي هتبعد عننا العين، تبعد عننا الحسد. ونبدا نشوف ايه الاسباب. هتلاقي واحدة مثلا لسه مخلفة عيل جديد، بس هو اللي بيشوفه بيحسده، اللي هو الواد عادي يعني مش عيل عين ذئب ولا طفل طبيعي مثلا، وتلاقي الواد اصلا يعني بربوره يوقف صلاح سالم، وبس ابني محسود والناس كلها بص عليه عشان بيمشي على رجله. طب ما الناس كلها بتمشي على رجليها يا حاجه، في ايه؟ كل ما نروح نزور بيت العيله بيعيا. طب ما ممكن عشان بيروح بيت العيله في اطفال كتير، فبيلعب كتير، فبيعرق وبيجهد، ياخد هوا، ياخد برد، طبيعي يعني وارد يحصل. فلا احنا هنسيب كل الاسباب دي، بس هو الفلانه الفلانيه كل ما بتشوف الواد عند مش عارف ايه بيمشي على رجليه، خلاص كده هو ده كده خارق، فبيتحسد.
فلا يعني الموضوع ما يبقاش كده، ما يبقاش سوء ظن، وما يبقاش ان احنا نعلق شماعات ونبدأ نتفاخر بقى. تلاقي الناس بقى ايه يقعدوا مع بعضيهم، ده انا محسود، ده انا حد باصص لي، اي انجاز وهمي، وفي الاخر مفيش اي انجازات ومفيش اي حاجة اصلا، بس هي مجرد اوهام. ونخش بقى على النقطة التانية، وهي يعني ايه عكس النقطة الأولانية. النقطة التانية بقى هي ان احنا بقينا بندي مجال أكبر من حياتنا للناس، وبيوصل لمرحلة بيبقى فيه تفاخر، وبندخل الناس في خصوصياتنا وفي حياتنا، وبعد كده نرجع نقول احنا محسودين واحنا معرفش ايه. لا، المفروض ما ننشرش. لو انت مثلا شفت مثلا حد مثلا عنده مشكلة ما ينفعش ان انت تروح قدامه وتتكلم عن المميزات اللي عندك وهو عنده المشكلة دي. حد مثلا لا قدر الله ما بيخلفش مثلا، تروح انت قدامه ده بص عيالي عاملين ازاي وما يعرفش ايه، وتقعد تتفاخر وتبقى عمال تشير وتبقى عمال تنزل وتدخل الناس في خصوصيات بيتك. يعني حاجة من الحاجات صراحة اللي انا بشوفها عجيبة وغريبة، فكرة ان حاليا بقت البيوت كلها مفتوحة. يعني خلاص انت تخش على الانترنت تعرف كل واحد بيتعامل مع مراته ازاي، وهي بتتعامل مع جوزها ازاي، وبيعملوا ايه في عيالهم، وبيودوهم فين وبيجيبوهم منين. ده كده الجزء بتاع الانترنت والشيرنج بس اللي انت فاتحه للعامة عامة. غير كده بقى تلاقي بقى في القعدات العائلية يدخل الناس في تفاصيله، وده احنا رحنا حجزنا مش عارف ايه بكام، ودفعنا كام هنا، وجبنا هنا منين. فتلاقي نبدأ الناس تخش في تفاصيلك. فأولا يا اما ممكن حد مثلا عنده ضعف في نفسه فيحسد، يا اما حد عنده مثلا نقص في الحاجة اللي انت عمال تتفاخر بيها دي، فهو يبدأ ينقم من حياته. فدي برضو حاجة تانية تخلي بالك منها. يعني انت ولا تخلي اللي قدامك يحسدك، ولا تبدأ تنغص عليه حياته. يعني ما خشش مثلا على حد ده انا لسه امبارح جايب كذا، ولسه شاري الشاشة الفلانية، ولسه موديهم هنا، وتلاقي مثلا ست تتفاخر بجوزها بيتعامل معاها ازاي، وراجل يتفاخر بمراته بتتعامل معاها ازاي. تلاقي دلوقتي بقت البيوت كده مفتوحة على ان نفتح لايف كده ونشرح للناس احنا بنعمل ايه في بيتنا وبنتعامل مع بعض ازاي. ففي المقابل هتلاقي الناس يا هيحسد يا اما هينقم على حياته، تبقى انت برضو اذيته. يعني فانت لا، خلي بيتك مقفول، خلي اسرارك مع نفسك. نروح مع الناس نتعامل ونهزر ونضحك ونخرج بس ما ندخلش حد في تفاصيلنا، وما ندخلش حد جوه بيوتنا، ونقفل بابنا علينا. عشان حتة ان ما بقاش فيه خصوصية دي بقت سبب لمشاكل كتير جدا. نتكلم بقى على النقطة الثالثة، ودي صراحة نقطة يعني قبل ما اتكلم فيها، يعني ايه، انا لسه كنت في موقف كده غريب. كنت يعني في حديقة الحيوان وشفت اطفال، يعني هم تقريبا اقل من 15 سنة كلهم، وبيخشوا حديقة الحيوان ينظفوا المكان الحيوانات ويهتموا بالحيوانات ويأكلوهم، ويطلعوا بره ويلعبوهم ويلعبوا الأطفال مع الحيوانات، وكلهم أطفال. دي كده فين؟ عندي هنا في ألمانيا. ده مثال كده غريب كده شفته كده ايه بالصدفة. نيجي بقى نبص على حياتنا العربية الجميلة وعلى مجتمعاتنا حاليا. يعني إلا من رحم ربي، بتلاقي الأبناء مدللين بشكل مش طبيعي. مفيش تحمل مسؤولية، ومفيش تربية، ومفيش شغل، مجرد ان هو لعب وهيافة وينزل ويلعب ويلا نخرج ويلا نعمل ويلا نصرف اللي نفسه فيه بيلاقيه. فانت بتطلع نشء مايع، مفيش شخصية ومفيش تحمل مسؤولية ومفيش صدمات الحياة. لازم تقابل صدمات الحياة تخلي ابنك ينزل ويشتغل ويشقى ويحس ويجتهد ويحس بالخبطات، ويتعلم ان في حاجات كتير بتفشل، ويبدأ يتعلم من أخطائه ويبدأ يتطور. وهو ده اللي يصنعه. لكن لما حد بيكبر مدلل، كل اللي بيطلبه بيلاقيه، كل اللي نفسه فيه موجود، بيبدأ واحدة واحدة يبقى ضعيف، يبقى هش. بمجرد ما يطلع للحياة ويبدأ يخش في أي صدمة يرجع على بابا وماما، يروح يشتغل فيضايقوه في الشغل يرجع على بابا وماما، يا مزنوق في الفلوس. هو أصلا مش هيبقى مزنوق في الفلوس، لأن هو بيبقى حاليا للأسف بقى الشاب لحد التلاتينات بياخد فلوس من أبوه ومن أمه. والحالة في مصر طبعا زي ما احنا عارفين كل الناس مضغوطة وكل الناس مطحونة، بس خلاص ما بقاش فيه تحمل مسؤولية. ما عندوش اصلا مبدأ، او ما ترباش على المبدأ ده ان هو بيشيل نفسه. لا، هو متربي ان انا كده كده ماما وبابا موجودين وهم اللي شايليني وهم اللي هيلحقوني وهم اللي هيعملوا كل حاجة. وده طبعا ده حاجة غلط جدا، ولا موجودة في ديننا ولا موجودة في عادات. معرفش ليه بقينا كده. يعني حاليا
بقى لا خلاص الشباب بقى الاجيال الجديده دي معظمها بقت لا ما خلاص ما تشتغلش وما تشقاش وما تتعبش وما ينفعش يترفض وما يترفضلوش طلب ونعلمه بقى كل العادات السيئه، فيجي بعد كده اول ما يطلع بقى يواجه المجتمع يا هيبقى مجرم بقى ان هو ما اتعودش انه يتقال له لا، يا هيتكسر وبعد كده بقى يقعد يكتئب وخلاص كده الحياه مش ماشيه معايا، فاروح اقعد مع بابا وماما يصرفوا عليا وهم اللي يشيلوني. فلا يعني لازم نعمل الصح، نعمل العادات. ما يعني الاجانب بقوا من 12 ومن 13 ومن 14 سنه بينزلوا عيالهم ويبداوا يساعدوا في حاجات وينظفوا في حاجات ويعملوا، ومن الطفوله كمان هم تروح حتى الحضانات اللي بيلعب بلعبه بيرجعها مكانها، مفيش فكره ان الداده وفلانه بتشيل ولا مش عارف ايه، الكلام ده مش موجود. حتى في الشركات مفيش عندهمش فكره الاوفيس بوي اللي بيشيل لك الحاجات من على مكتبك ويغسل لك ويجيب لك الكوبايه وانت قاعد، لا بيقوم يروح المطبخ ويعمل حاجته ويرجع ويشرب كده، يروح يحطها في الديش ووشر ويسيبها. فهي الفكره في كده ان انت لا ما ينفعش نبقى متعودين ان انا قاعد كل حاجه بتجيلي وكل حاجه بتتعمل لي وكل حاجه بعوزها بتيجي. يعني لازم الاطفال تبدا تتربى على ان هو وقت ما يطلب مش كل حاجه تجاب، لا لازم يبقى في ليميت، ابدا اعمل له مصروف وعوده ان هو يجيب بحر ماله، وبقت فلوسه ما تخلص خلاص ما فيش تاني، ويبدا يحوش ويبدا يتعلم كده، يبدا ينزل ويحتك بالناس ويحتك بالسوق ويحتك. هو ده اللي هيطلع راجل يقدر يشيل مسؤولية ويقدر يتحمل ويقدر يشتغل ويقدر بعد كده يكون نافع لنفسه والمجتمع ولأسرته يعني. وحاجة كمان يعني حابب اتكلم فيها بقى هي فكرة المخدرات. يعني للأسف بقت منتشرة بشكل رهيب جدا في مصر، بقى شباب بتضيع بسبب كمان المخدر الجديد اللي هو الشابو ده، بعيدوا عنه يعني. ده انت انتحار والله يعني. خلوا بالكم من ده وخلوا بالكم من المخدرات، ولازم تبقى بوعيك ولازم تبقى فايق لازم تبقى مركز. الموضوع بدأ يزيد بشكل كبير والناس بقت بتموت، والله العظيم في ناس بتموت بسبب البتاع الزفت الجديد ده. خلي بالنا من عيالنا ونبعد عنهم ونتكلم معاهم ونفكر مع بعض ونشرح له ونعرفه ايه الاخطار وايه ايه اللي هيحصل. عشان في ناس بيخش يعني في كان هو متعارف عليه كده في الشباب كده اللي هو حتة التجربة دي، انا احب اجرب ومعرفش ايه، كله جرب السجاير وكله جرب المعرفش ايه. ممكن بقى في الناس الكويسة يجرب وبعد كده يبطل، بس للأسف حاجة زي ده كده اول ما هتجربه فانت اتسحبت وحياتك اتدمرت. فلازم نقعد مع ابنائنا ونتكلم معاهم ونعرفهم خطورة الحاجات دي، وان حتى فكرة التجربة دي ما ينفعش ان انا اروح اجرب في حاجة تخليني بعد كده ابقى مدمن وتدمر حياتي. فلازم نتكلم مع ابنائنا ولازم نفهمهم الوضع. يعني الوضع صراحة بقى غريب، الناس بقت عاملة زي الزومبي في الشوارع، وناس بقت نايمة في الارض ومش فاهمة هي بتعمل ايه، وفي ناس بتموت والله العظيم. في حالات شخصية اعرفها ماتت بسبب المخدر الجديد ده. واعتقد كده كفاية علينا في النهاردة، وان شاء الله اعمل جزء تاني برضه اتكلم عن عادات تانية برضه ايه محتاجين نبدأ نصلحها ونبدأ نعيد تفكير فيها. شكرا للمشاهدة ويا رب تكونوا بخير دايما.